أخطر فتنة على الرجال عبر الزمن هي فتنة النساء. هي فتنة اللي تبدل العبد من النور إلى الظلمات، ومن العبادة إلى الضياع، ومن طريق الجنة إلى طريق النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. واليوم برشا رجال كانوا قايمين الليل يذكروا ربي، أما كي طاح في قلوبهم الحرام بدل حالهم، صلواتهم ناقصة، عباداتهم ضعفت، وقلوبهم ولات متعلقة بالشهوات. باهي اسمع القصة هذه مليح. كان هناك رجل يقال له صالح المؤذن. هذا الرجل كان مؤذن لمدة 40 سنة، وفي يوم من الأيام قام صالح وصعد إلى مأذنة المسجد وبدأ يأذن، وخلال ما هو يأذن فجأة نظر إلى أحد المنازل المقاربة للمسجد فشاهد فتاة. هذه الفتاة كانت نصرانية. أول ما سقطت عين هذا المؤذن على هذه الفتاة أعجب فيها، فما خلص أذانه إلا وهو خارج من المنزل وذاهب إلى منزل هذه الفتاة، فطرق عليها الباب ففتح لها هذه البنت مباشرة. صالح دخل عليها وضمها، فانصدمت من البنت النصرانية وقالت لصالح المؤذن: أنتم أيها المسلمون أصحاب أمانات، فما هذه الخيانة؟ كيف تدخل علي البيت وتضمني بمعنى الكلام؟ فقام هنا صالح المنغري واللي داخل بالفتنة اللي مسكته وتعمقت فيه وقال لها: توافقيني على ما أريد وإلا قتلت. شوف إلى أي مرحلة وصلت فيه الفتنة. فقامت هنا البنت وقالت له: لا إلا أن تترك دينك. مباشرة هنا صالح قال لها: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم اقترب هنا منها صالح فقامت قالت له: لا قد تقولي هذا الكلام بس عشان تاخذ مني اللي تبغاه وبعد كذا بترجع الى دينك، فان كنت صادق يا صالح المؤذن فكل الان لحم الخنزير. فكان صالح واكل لحم الخنزير المتواجد في المنزل وجاب يقترب منها فقالت الفتاه: لا اشرب الخمر، اذا كنت فعلا تركت دينك اشرب الخمر. فقام شرب الخمر حتى سكر، وبعد ما سكر جاب يقترب لها فقامت الفتاه وحبست نفسها في غرفه المنزل وقالت لصالح: اذا فعلا تبغاني فاصعد الى السطح وانتظر حتى ابوي يجي وبيزوجني اياه. فصعد صالح الى السطح وهو يصعد سقط لانه سكران ما قادر يمشي، سقط على الارض ومات. بعد ذلك قامت البنت واخرجته من المنزل ووضعته في الطريق وهو ميت. فعلموا في امره اهل بغداد وعلموا انها ارتد عن الاسلام، فقاموا اخذوه ورموه في مزبله ورفضوا ان يدفنوا. صالح المؤذن رجل كان يؤذن لمده 40 سنه ويذكر الناس بالصلاه، ولكنه في لحظه ضعف امام الفتنه فانتهى نهايه. شوف كيفاش خطورة هذه الفتنة. نجم نجرك من الصفاء والراحة مع ربي للضياع والاكتئاب. أما ربي سبحانه خلق الزواج في الحلال سكينة ورحمة، أما الشيطان يحب يبدل النعمة باللعنة. تو اسأل روحك، شنو تحب تكون؟ عبد نوراني قريب الربي ولا عبد تايه في الظلمات؟ الزم حدود الله وغض بصرك وحافظ على قلبك، على خاطر القلب هو اللي باش يقرر يا إما طريق الجنة يا إما طريق النار.